السلام عليكم محبي وعشاق الأهلي السعودي. أهلا وسهلا بكم من جديد مع أخبار جديدة عن نادي الأهلي السعودي. وقبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وحصريا منا. مناقشات لتقديم الجولة 28 من دوري روشن إلى الاثنين والثلاثاء القادمين يومي 9 و10 مارس الجاري للاستفادة من المساحة الزمنية الخالية بعد ترحيل ثمن نهائي دوري نخبة آسيا وإقامتها بمباراة واحدة في نهائيات جدة المقررة في إبريل المقبل، والمستفيد آسيويا مدرجات الأهلي مع الاتحاد. يعتزم الألماني ماتياس يايسلا مدرب الأهلي إجراء مناورة على كامل مساحة الملعب خلال تدريب الأربعاء من أجل اختبار النهج التكتيكي الذي ينوي الاعتماد عليه في مواجهة الاتحاد الجمعة ضمن الجولة 25 من دوري روشن السعودي. وكان يايسلا قد منح لاعبيه راحة من التدريبات يوم الثلاثاء. ويستأنف الأهلي تدريباته استعدادا لديربي جدة الذي سيدخله بصفته المستضيف على ملعب الإنماء. ومن المقرر أن يعقد يايسلا مؤتمرا صحفيا عند 9 مساء الأربعاء بمقر النادي للحديث عن استعدادات الفريق للمواجهة المرتقبة. تأكد غياب التركي ميريح ديميرال مدافع الأهلي عن مواجهة الاتحاد في لقاء ديربي جدة المقرر له الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي. وتجددت إصابة ديميرال خلال تدريبات الأهلي الأحد الماضي ليتأكد غياب الأهلي عن مواجهة الاتحاد في ديربي جدة. التفوق الفني الذي أظهره الألماني ماتياس يايسلا خلال الفترة الماضية يمنح النادي الأهلي أفضلية نسبية قبل الديربي، ليس فقط على مستوى التنظيم داخل الملعب، بل في القدرة على قراءة تفاصيل المواجهات الكبرى وإدارتها بهدوء. ومباراة الدور الأول كانت نموذجا واضحا حين حسم الأهلي المواجهة بهدف دون رد في لقاء عكس الانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية التي باتت سمة الفريق. وانتصار جديد في الديربي لن يعني مجرد تعزيز الموقع في جدول الترتيب أو التفوق المعنوي، بل قد يضع نادي الاتحاد تحت ضغط مضاعف إداريا وفنيا قبل الدخول في استحقاقات قارية حساسة. وفي مثل هذه المراحل يتحول الفارق التكتيكي البسيط إلى عامل حاسم قد يغير مسار موسم كامل. أفاد الإعلامي الرياضي وليد الفراج بوجود مؤشرات تدل على احتمالية غياب بعض الطواقم التحكيمية الأجنبية عن إدارة مباريات الجولات القادمة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة. وتتطلب المرحلة القادمة من المنافسات تركيزا عاليا لضمان سير المباريات بنزاهة وعدالة، مما يضع الصافرة المحلية أمام اختبار حقيقي في حال تأكد غياب الطواقم الأجنبية. طرح الإعلامي الرياضي وليد الفراج سؤالا على الناقدين محمد الحارثي وغرم العمري بشأن الفارق بين ديربي جدة السابق والمواجهة المرتقبة بين الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي، وذلك خلال برنامج أكشن مع وليد. وأوضح الحارثي أن الاتحاد كان ينافس بقوة على اللقب في الديربي الماضي، بينما يدخل المواجهة الحالية دون ضغوط كبيرة، مشيرا إلى أن الأهلي عانى مؤخرا من ضغط المباريات ما قد يؤثر على جاهزيته، مؤكدا في الوقت ذاته أن نتيجة الديربي تظل دائما خارج نطاق التوقعات. في المقابل شدد العمري على أن الاتحاد سيخوض اللقاء بعقلية تنافسية عالية، مؤكدا أن شعاره سيكون إذا لم أكن منافسا فلن يحققها الأهلي، مشيرا إلى أن الاتحاد يبقى فريقا قويا حتى في حال مشاركة عناصر الصف الثاني لما يملكه من عمق فني وخبرة في مثل هذه المواجهات.